هذه سائلة تقول: أنا امرأة متزوجة اتخذت صديقا. يا أعوذ بالله يا أعوذ بالله. عندك راجلك وديري صديقة، ولو كان راجلك دار صديقة تقلبي عليه الدنيا. حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا امرأة متزوجة اتخذت صديقا أتصل به عبر الهاتف وأتواصل معه عبر الشات، نتبادل الكلام الطيب. شوف يا الكلام الطيب به، أو يعلمك أحكام تلاوة. نتبادل الكلام الطيب والمعلومات المفيدة، فهل يجوز ذلك؟ أنت خائنة، أنت خائنة، تنطبق عليك كل الآيات والأحاديث اللي يلعن فيها ربي الخونة، لأن هذا زوجك نهار عقد عليك هذاك عهد ميثاق غليظ، سماها ربي الميثاق الغليظ. كي يعقد عليك راجلك ما تبقى تشوفي في عينيك غير راجلك، تبعي واش قال راجلك، تحترمي زوجك. وهذا من الزنا. تروحي ديري تليفون مع راجل قال لك تتكلمي معاه الكلام الطيب. واش تتكلم امرأة مع راجل كلام طيب؟ هيا قوليهن مثلنا. هاكي بايته في الليل، هاكي قلتي وانا ما قلتش كلش، باش ما يفيقلكش راجلك برك. هاكي تباتي في الليل وانت تهدري في البورطابل، وراجلك كي يخرج ويدخل بين الخرجه والدخله تشدي البورطابل. واش هو يحفظ فيك الأربعين نووية؟ واش راكي تضلي تهدري؟ اتقي الله، اتقي الله. السمعي واش يقول سيد الخلق، فتحتي باب إثم على نفسك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. سمعتي؟ سماه الزنا. العينان تزني وزناهما النظر. العينان تزني وزناهما النظر. كاين انسان يقول لك انا ما نزنيش، هو بصح يبات مع الافلام تاع الفسق، يبات في الانترنت مع المواقع الفاضحه، ينظر الى مفاتن النساء حتى يولي ما يصبرش على الزنا. العينان تزني وزناهما النظر، والاذنان، ها هي الودن تاعك اللي راكي ديري فيها البورطابل الآثم وتسمعي الكلام تاع هذا الصديق كما قلتي سميتيه صديق، وهو إذا راك تسمع فيها أنت، إذا هذه مرأة جاهلة ومغفلة ومغنتفة وما تفهمش وخاينة ويعني فيها ريبة، أنت كيف تقبل؟ كيف تقبل أنت مرأة مزوجة راك في اتصال باسم الصداقة، باسم زعما ما فيها والو؟ وشحال من راجل يقول لك والو، انا هذه دايرها شغل اختي، او يكذب. كي تسمع انسان يقول لك ها خذها عليا، هاني نقولها لكم في وجهكم، كي تسمع انسان يقول لك مرأة اجنبيه اني دايرها كي اختي، افهم راهو يكذب او يكذب. ما كاش مرأة اجنبيه كيما اختو. اختو اجنبيه لازم يعاملها كاجنبيه. اختو هي اختو، عنده احكام. اختك يجوز تكشف مثلا شعرها قدامك، الاجنبيه لا. ما انت كيف تقول انا نعاملها كلي اختي؟ لا عاملها استغفر الله كما واحد الجاهل. على كل حال، واحد النهار كانت واحد الاستاذه ودعوا لها هذيك تاع الوداع وخلاص كملت، راح تخرج عطله، دعوا لها وداع. ينطق واحد زعما باش يبين بلي يحترمها، والله قال لهم والله كنت اعاملها كزوجتي. وهذا كلام تقوله قدام الشعب وراجلها حاضر، هو يقصد كنت نعاملها كزوجتي محسوب نحترمها ونحميها وكاع، ولكن هذا كلام لا يقال، يعني هذا كلام لا يقال. إذن يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. العينان تزني وزناهما النظر، والأذنان تزني وزناهما الاستماع. والأذنان تزني وزناهما الاستماع، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد زناها البطش، ورجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. رواه البخاري ومسلم. إذن يا أختي هذا زنا وهذا إثم وهذا حرام وهذا خيانة لزوجك. هذه خيانة واقعية، لأن تتكلمي وهو يتكلم ودرتي صديق في ظهر زوجك، هذه خيانة. لما ولا راجل، حتى راجل كي يكون مع مرته وهو يتخيل في مرأة واحدة أخرى راهو يخون في مرته.
كي يتخيل، لا فهم واش راني نقول لك، كي راك مع زوجتك وراك تتخيل في مرأة واحدة أخرى، وراك تبين زوجتك بلي راك معاها وتحبها، وصح في مخك هاي مرأة شفتها في السينما ولا في التلفزيون ولا في الشارع، هنا هذه خيانة نفسية. لازم الإخلاص، الإخلاص في الظاهر والباطن. لما كيف نفس الشيء، ما لا عندك راجلك في الواقع وواحد دايرته في التليفون، حرام عليك، هاكي سمعتي، حرام عليك، غير الرقم تاعك، بطلي العلاقات. شحال من الانسان ويتصل يروح الانترنت حتى يصيب تصويره تاع مرته، تصويره تاع مرته دايره فيسبوك، ودايره تصورها في العرس، وتصورها في الطرولي، وتصورها في منا، يعني هذه كبيره من الكبائر. حسبنا الله ونعم الوكيل.